السلام عليكم. حلقتنا لهذا اليوم تتحدث عن المرأة العراقية ودورها في صناعة السلام. نلاحظ بأنه طبعًا يعني هو هذا العنوان اختاريته لأن هو كان اليوم عنوان ورشتنا بالكلية. ف بالنسبة للموضوع يعني قبل البدء من نحن نريد نعرف شنو معنى السلام. السلام إله مفهومين، المفهوم الأول أو المعنى الأول أو التعريف السلبي اللي هو يعني بأنه المجتمع يعيش بحالة من انتهاء الحرب وعدم وجود نزاع مسلح. أما المفهوم الإيجابي فهو يشمل بأنه عدم وجود حرب، عدم وجود نزاع مسلح، بالإضافة إلى المجتمع يسوده الأمن والاستقرار، والأفراد يعني تتحقق لهم حقوقهم، حقوق الإنسان داخل المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق العدالة وحفظ كرامة الأفراد داخل المجتمع. طبعًا للأسف في المجتمع العراقي على مدى العصور والعقود السابقة نلاحظ بأنه من القرن الماضي طبعًا وحتى هذا وقتنا وحتى هاي اللحظة، العراق للأسف ما تحقق به لا الاستقرار أو العفو السلام السلبي وبمفهومه ولا السلام الإيجابي، لأن العراق عاش فترة صعبة من الحروب، الانقلابات، الثورات، تغيير نظام الحكم، إلى حرب إيران، إلى حرب الخليج، إلى الحصار الاقتصادي، إلى ما بعد 2003 دخل مرحلة من النزاع، من الحرب الطائفية، إلى بعدين سلسلة الانفجارات، بعدين داعش، بعدين الكثير من التحديات والعقبات والحروب والأزمات سواء كانت السياسية أو الاقتصادية تعرض إلها يعني العراق للأسف. فأنا ما أريد يعني أخوض بهاي الأشياء لأن كنا إحنا ندرك حجم الألم والكارثة اللي عاشها المجتمع العراقي بسبب الحروب. لكن إحنا هسه نتحدث عن المرأة كيف واجهت هذه التحديات، لأن هذه التحديات واجهها المجتمع قاطبةً، لكن المرأة كانت أكثر يعني ألمًا وتحديًا في مواجهة كل هذه الحروب. ليش؟ لأن الحروب يعني هي تأثيرها مو فقط سياسي أو عسكري، لكن الحروب إلها تأثير على المجتمع، على الحياة الاجتماعية، على العلاقات الإنسانية. المرأة للأسف عانت الكثير لأن هي أثناء هذه الحروب وهذه الأزمات فقدت المُعيل، مثلًا فقدت زوجها، فقدت ابنها، البنية يعني أو الأطفال فقدوا والدهم. يعني بعد كل أزمة نلاحظ بأنه زادت عدد الأيتام والأرامل والأمهات الثكل، لذلك نلاحظ بأن المرأة العراقية عانت. ودائمًا أقول يعني الأشياء والأزمات اللي مر بيها يعني بلدنا لو غير بلد ما كانوا تحملوا، لكن إحنا تحملنا الكثير. والمرأة طبعًا أثبتت جدارتها في أنها وقفت يعني وقفت وقفة مشرفة من خلال احتواء أبنائها، زرعت بيهم الحب والتسامح والسلام، وحققت فعلًا السلام النفسي. يعني أنا أتذكر منطقتنا السابقة من كنت يعني طفلة، ألاحظ يعني الكثير من الأمهات يعني أزواجهم يعني آمم يعني شهداء بالحرب، ولذلك أبنائها كانوا أيتام، وهي استطاعت أن تكبّرهم، وصّلتهم مراحل من الدراسة، اللي كمّل، اللي صار يعني ما شاء الله عليهم يعني حتى كبروا وكوّنوا زوجة وفتحوا بيوت، وهي كانت وحدها. يعني تخيلوا يعني فعلًا المرأة العراقية أثبتت جدارتها، بالإضافة إلى أنه نلاحظ بأنها يعني المرأة عملت الكثير يعني داخل البيت. البعض من عندهم وحدة خطيرة قامت تخبز، الثانية تسوي مثلًا بعض الأكلات وتبيعها مثل كُبّة، اشتغلوا مثل بالخياطة. أتذكر إن أكو ناس بمنطقتنا بيتهم تحول كأنه إلى ورشة. هاي الورشة يعني يعملون بيها يعني عفوًا هاي الأشياء اللي تخص السراجة، عفوًا الشحاطات إلى آخره. ما يعني هو الشغل مُعب، لكن القصد بأنه يعني يعني إحنا نريد نيجي نحكي عن الحروب ومو بس الحروب حتى الحصار الاقتصادي، سنوات يعني صعبة عشناها، لكن مع هذا
يعني تعديناها بسلامات الحمد لله والشكر. ليش؟ لأن حتى مسألة يعني المرأة من مثل داخل بيتها تحاول تدبر العيشة يعني، هاي هم يعتبر نوع من أنواع الكفاح، أنواع من المرأة بأن حاولت بأن تساهم وتقف سند مع زوجها، مثل ما احنا نقول إيد واحدة ما تصفق. البعض من عندهم افترش الأسواق وظلوا يبيعون بيها بعض البضاعة، هواية أشياء المرأة امتهنتها، يعني حتى لو هي ما كانت مكملة دراسة، حتى لو كانت هي امرأة أمية، لكن هي عملت وتحدت ووقفت مع أبنائها وزرعت بداخلهم قلنا الدفء والاستقرار النفسي. لذلك هذا الاستقرار النفسي والسلام النفسي اللي تربى عليه هاي الأطفال انعكس عليهم بالكبرى. الكثير من عندهم ساهم في بناء المجتمع. فلذلك نلاحظ بأن المرأة العراقية مو شرط تكون أستاذة جامعية، مهندسة، طبيبة، أو تكون هي سفيرة للنوايا الحسنة، أو تنخرط في منظمات المجتمع المدني والمنظمات المطالبة بحقوق الإنسان إلى آخره، حتى تنشر السلام وتكون رمز للسلام داخل بلدها. المرأة مهما كانت بكل مكان، حتى لو كانت هي ربة بيت، يكفي دورها بأنها يعني ربت أولادها تربية صحيحة، لأن الأم هي الأساس. أنا دائما أقول أكو عبارة تقول المرأة هي نصف المجتمع. أنا أقول المرأة هي أساس المجتمع، مع احترامي، وهذا ما يقلل من مكانة الرجل ولا ينتقص من دوره، لكن الأم هي والمرأة هي الأساس بالمجتمع، هي اللي تربي أبنائها وتربي الأجيال، اللي هاي الأجيال بعدها تكبر وتساهم في بناء المجتمع. دائما نلاحظ بأنه يعني قبل الأمهات أجدادنا نلاحظهم كانوا أميات، لكن لو نلاحظ أبنائهم أطباء، مهندسين، أساتذة جامعيين، كل يعني هو يعني ما أعرف يعني بحيث نصفا نقول معقولة يعني شلون هيك يعني وصلتهم خلتهم يحبون العلم. ليش؟ لأن الأهم من المأكل والملبس هو احتواء الأطفال. زرع بداخلهم الحب والمودة والرحمة بيناتهم، بحيث من يكبرون يكونون مواطنين أسوياء، مواطنين يساهمون في بناء مجتمعهم. فهاي كانت حلقتنا لهذا اليوم، بأن المرأة العراقية فعلا تكون هي رمز للسلام.